بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين وصحابته الخيرين، وعنا معهم بفضله وكرمه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، نحن في شهر فضيل، شهر رمضان المبارك. نسأل الله تعالى حسن الصيام والقيام والقبول، وأن يرزقنا الله فيه التوفيق والسداد. في هذا الشهر أيها الأحبة الكرام يكثر السؤال من الناس، وهذه الأسئلة وإن كانت عامة في جميع الشهور، لكن نظرا لكون أن الناس يحتاطون في صيامهم ويرجون القبول والتوفيق وصحة الصيام، فإن الأسئلة تتكاثر ويترقبون الأجوبة. ومن الأسئلة الملحة في هذا الشهر السوائل التي تخرج من الرجل، ما يصح فيها أو معها الصيام، وما يفسد معها الصيام. ما هي هذه السوائل؟ الرجل البالغ أيها الأحبة الكرام تخرج منه ثلاث سوائل: إما سائل يسمى المذي بالذال المعجمة، أو الودي، أو المني. ونحاول إن شاء الله تعالى نتكلم على كل واحد منها باختصار وبشكل بسيط حتى تصل الفكرة. أول سائل يسمى الودي، وهو ماء لزج يخرج بعد الفراغ من البول، يعني هو يتبع البول. هذا السائل أيها الأحبة الكرام قد لا يكون سبب لخروجه، وقد يكون سبب مرضي نتيجة سلس البول، أو ربما قد يكون هناك إصابة من برد أو غير ذلك، فيخرج هذا السائل اللزج. وهذا السائل اللزج أيها الأحبة الكرام غالبا ما يعقبه ويتبعه فتور وكسل وتكاسل. هذا السائل ما حكم الصيام معه؟ صيام المسلم معه صحيح، لا علاقة له بالصيام، إنما هذا يكفيك فيه أن تتوضأ الوضوء الأصغر. أما الصيام فهو صحيح، وإذا أصابك من هذا السائل شيء من ثوبك وجب عليك إما أن تغير الثوب أو تغسل ذلك الثوب. أما الصيام فصيامك صحيح. إذن هذا الأول. النوع الثاني وهو المذي، وهو من مقدمات المني. المذي هذا هو سائل يخرج نتيجة إشغال العقل في الجماع ومقدماته، أو كل ما يهيج يعني نفسية الإنسان الغريزية، كل ما يهيج شهوة الإنسان الغريزية، فقد يصحبه ماذا؟ مذي، وهو كذلك سائل لزج لكنه قليل. هذا السائل هل يفسد الصوم؟ ما رجحه العلماء والفقهاء الكبار على أن صيام هذا الإنسان هو لم يفسد، صيامه صحيح لكن يقل الأجر. المذي الصوم معه صحيح لكن أجر الصيام يقل. لماذا؟ لأنه أشغل نفسه وخاطره فيما لا يجوز في نهار رمضان من التفكير في الجماع وصوره ومقدماته وغيرها من الأمور التي قد توصل الإنسان إلى ماذا؟ إلى أن ينزل منه المني. فلذلك أيها الأحبة الكرام هذا النوع من السوائل الصوم معه صحيح لكنه يقل فيه ماذا؟ الأجر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء حديث أنه كان يقبل عائشة ويخرج وهو صائم، صحيح. لكنه لما أتاه شاب فسأله هل يجوز له التقبيل، منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاءه شيخ طاعن في السن سأله هل يجوز أن يقبل زوجته، أجاز له. فلما سئلت عائشة لماذا فرق بين الشاب والشيخ، قالت لأنه أملككم لإربه، أي أنه يتحكم في ماذا؟ في غرائزه. ولذلك فرق كبير بين الشاب والشيبة من حيث ماذا؟ التحكم في الشهوة التي قد تفضي إلى إفساد الصوم. إذن باختصار المذي لا يفسد الصوم لكنه ينقص قدره وأجره، فالإنسان المسلم ينبغي أن يتحكم في مشاعره في شهر رمضان حتى لا ينتهك حرمة الصيام. أما النوع الثالث فهو المني، وهو لا يخفى على الجميع، فهو سائل لازج متدفق يكون في الغالب إما نتيجة حصول جماع، أو ما يفعله شباب هذه الأمة من بعض الأمور اللي لا يجيزها الشرع، أو لربما قد يكون باحتلام. أما إن كان خروج هذا المني كما لا يخفى على حضرتكم بجماع أو بتحريك شهوة بطرق محرمة، فإنه الحالة هذه فإن صيامه هذا صار باطلا وفاسدا ووجبه القضاء مع الكفارة. أما إن كان خروج هذا المني باحتلام أي بغير إرادة، فإن صيام هذا الإنسان صحيح ولا قضاء ولا كفارة عليه
نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والقبول. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.